السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في الله، يا رب تكونوا بخير. اتمنى حضراتكم الاشتراك معانا والمتابعة للقناة. حابين نتكلم على الاحداث اللي حصلت الايام اللي فاتت، ومنها احداث على المستوى العربي وعلى المستوى المصري، ولكن احب اتكلم على المستوى العربي، منهم الدوري السعودي. والصراحة المستوى السعودي والتطور الموجود في الدوري السعودي، منظومة كروية كلها بشكل عام، جمهور، إعلام، مدربين، لاعبين، إخراج، اتحاد، تنظيم، كل حاجة صراحة. دوري جميل جدا ومحترم جدا، وبدأ يرتقي لمستويات أعلى. وكمان عندهم يعني مباريات. بصراحة أنا شفت آخر ماتش كان ما بين الهلال، ما بين مين يا ربي، ما بين النصر السعودي وما بين اتحاد جدة. وصراحة كان ماتش في منتهى القمة ومنتهى الإثارة وجمهور وكل حاجة، صراحة كل حاجة جميلة، أكنك بتشوف دوري من دوريات الأوروبية الكبرى. والاتحاد استطاع الفوز بعد ما كان متأخر بهدفين، وخلاص وسع الفرق. كل اللي على اتحاد جدة دلوقتي ان هم بس ايه، يعني يكسبوا ماتشاتهم. وواضح ان السنة دي سنة مدينة جدة. عندهم اتحاد ممكن ان شاء الله ياخد الدوري، وعندهم اهلي جدة واخد دوري ابطال اسيا. والصراحة يعني أتمنى ليهم التوفيق ومزيد من التطور. أما على مستوى يعني عندنا الدوري المصري، ففي أحداث كتيرة، لكن أنا أحب أخد من مبدأ يعني من نقطة الإسماعيلي يا أخوانا خسر، وخسر كمية ماتشات على ملعبه رهيبة جدا، وفي جمهور عنده. يعني هو ما عندوش حجة، هو نادي الصراحة المفروض ينزل من حوالي 10 سنين. دلوقتي خسر ماتش انبي تقريبا آخر ماتش، ودلوقتي بيكلموا نغمة عايزين ننقذ الإسماعيلي. تنقذه من إيه بقى؟ عشان ما يهبطش. طب الإسماعيلي المفروض يهبط أصلا من 10 سنين، وكل مرة بيحصل تدخلات، وكل مرة بيحصل تدخلات الإسماعيلي بيقعد. الإسماعيلي بيعمل حاجة؟ لا، الإسماعيلي ما بيعملش حاجة. طب انت يا حبيبي عايز تقعد؟ طب ما هو الدوري بتاعنا اصلا تحول دوري شركات، مفيش انديه جماهيريه، والناس مش واخده بالها ان بيقول لك اسماعيلي يقعد عشان نادي جماهيري. طب في انت اصلا هم 5 انديه، اشمعنى ده الدوري مفيش جمهور؟ حتى الانديه اللي عندها جماهير ما بيخش لهاش جمهور الا هم حبه بيروحوا هنا، هم يروحوا هنا، يروحوا هنا، هم. اعتقد ان الانديه بتاعتنا المفروض نصعد الانديه الجماهيريه ونرحل انديه الشركات. أندية الشركات تشتري أندية جماهيرية وتبقى في جمهور، إنما بالمنظر ده لا. وبعدين في نادي عايز يقعد على حساب الأداء آخرين ليه يعني؟ أنت راجل لعبت وخسرت زيك زي غيرك، تنزل. وعايز أفكر حضرتك إن أهلي جدة بطل أبطال آسيا كان في الدرجة التانية من كام سنة بس. شكرا.